قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودون دموتنا إن شاء الله بزاريو كفلة جزياتشن هيا صوستنيا كفلاتشن نومي هونو مالتنا بالفو رؤساتشن من نبرة ببال سلا حروف المضارعة. أحرف المضارعة واتشن ياين نبرة أنيتو ويم نأتي أتينا بميلو يتيازوناتشو آرات بيتشانده نويتنال እነዚህ ፊዕል ላይ ሙዳሪኡ ላይ ሲመጡ በምን አይነት ነው የሚነበቡት የሚለውን ምናይ ይሆናል። يقول المصنف رحمه الله وضمها من أصلها الرباعي وضمها የነዚህ ፊደሎች ضم መደረጋቸው ማለትም በضማ መነበባቸው من أصلها ناشئ من أصلها ከመሰረቱ የተነሳ ነው። እሱም الرباعي ሩባዒ ከሆነው አስል የተነሳ ነው። ባለ አራት ፊደል ከሆነው ከማዲው የተነሳ ነው። مثل يجيب ያልነውን ይመስል من أجاب الداعي أجاب الداعي ከሚለው ተወስዶ يجيب ዩ ተባለ ማለት ነው። አያችሁት? يجيب ዩ ተባለ። أجاب يجيب أكرم يكرم ይባላል ማለት ነው። أفطر يفطر أعطى يعطي يو تبلو من نبب أو مالتنا. جميل. وما سوى الماضي الرباعي ماضي أردت كهون وجه له بأن يكون ثلاثيا فلا بالا صوست فيدل يهون مسلنا لتنيام بالا مست بالا سدست فيدل كهون فهي حرف المضارعوች منه ከዚህ ከሩባዒዩ ውጭ ያለው ላይ تفتتح በፈትሐ ነው የምትነበበው ولا تبل ቦታ አትስጠው ዋይ አትበል أخف وزنا أم رجح ወዝኑ ቀለለም ጨመረም ማለትም ቁጥሩ በዛም አነሰም ማለት ነው። ቁጥሩ ቢበዛም ቢያንስም ባለ ፈትህ ነው የምታደርገው ሌላ የለውም ማለት ነው። مثاله إذا مثاله يذهب زيد يا على يجوت يا بفتح الياء حرف مضارعته يا إنك زيجا بفتح هونج ويجي هم راسنا جاء يجيء يا تبلونه من نببه ويستجيش تارة يستجيش يا تبالا ويلتجي التجاء يلتجي ይሄም ፈትህ ተደረገ ይላል። ምንድነው በእነኚህ በሶስት ቤቶች መግለጽ የፈለገው المصنف رحمة الله تعالى عليه حكم حروف أو أحرف المضارعة حروف المضارعة በምን አይነት ነው የሚነበቡት ቫውል ስንሰጣቸው በምንድነው በፈትሐ ወይስ በضማ ወይስ በከስራ ምንድነው የሚለው ነው መልስ እየሰጠ ያለው። እንግዲህ ለሁለት ይከፈላሉ እንላለን ባጭሩ። ፊዕል እንደሚታወቀው ባለ 3 ፊደል አለ፣ ባለ 4፣ ባለ 5፣ ባለ 6 ከዚህ ውጪ የለም። ባለ 2 ፊደል ፊዕል የለም طبعا اصله ማለት ነው። بعدما دخله الاعلال الصرفي የሆነ ነገር ሸራርፈህ ወይም ከጣልክልት በኋላ ሁለት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እንደ መነሻ እንደ መሰረታዊ እንደ ስሮ ቃል ስናየው 3 ብቻ ነው ሊሆን የሚችለው። ከዛ 4 አለ 5 6 ከ6 በላይም ቨርብ ነገር አይኖርም። ፊዕል ከ6 ፊደል ውጭን
7 ፊደል ወይም 4 ፊደል ሆኖ ሊመጣ ወይም 8 ፊደል ሆኖ ሊመጣ አይችልም በፍጹም ተግባባን طيب እነኚህ ታዲያ ከ3 እስከ 6 ያሉት ለሁለት ይከፈላሉ አንደኛው ባለ 4 ፊደል ነው ባለ 4 ፊደል የሆነውና ሁለተኛው ባለ 3 ባለ 5 ባለ 6 ስለዚህ ባለ 4 በአንድ ተርታ ይሆናል ባለ 3 ባለ 5 ባለ 6ኛው ደግሞ በሌላኛው ተርታ ይሆናል طيب ይህ ከሆነ ባለ 4ቱ ሁሌም በضማ ነው የሚነበበው ተግባባን ባለ 4 ፊደል ከሆነ ፊዕሉ ቨርቡ ሩባዒ ከሆነ ሲነበብ حرف ሙዳራው በምንድነው በضማ مثلا ሩባዒዎች 3 ባብ አለው አንደኛ فعل ባለው የሚመጣ ነው ይሄ ፎርሙላ ለሩባዒ ፎርሙላ ነው مثلا تقول فرح يفرح يو ነው የሚባለው ዩ አያችሁት ዩ بضم الياء طيب تفرح نفرح أفرح ነው የሚባለው يعني سواء كان مبدوءا بالهمزة أو بالياء أو بالتاء أو بالنون يهون لما تفلقن إيه عندنا ሁለተኛው أفعل أكرم يكرم أجاد يجيد أعطى يعطي أهون بياء بيتجمر يكرم بتاء بيتجمر تكرم بهمزة بيتجمر أكرم بنون بيتجمر نكرم أياجو أرادتم هلو بضمنوا يانببكو تعلوت طيب ሶስተኛው فاعل بالو فورمولا ميمتانو لببالو بالا 4 ፊደል 3 ፎርሙላ ነው ያለው فعل أفعل فاعل قاتل يو قاتل يو ነው የሚባለው يو ተብሎ ነው የሚነበበው ተግባባን أقاتل نقاتل تقاتل ነው የሚባለው بعد يباعد تباعد أباعد نباعد ነው የሚባለው ተግባባን طيب ባለ 4 ፊደሉ እንግዲህ በማንኛውም ከሶስቶቹ ፎርሙላዎች በማንኛውም ይምጣ حرف ሙዳራው በضم ነው የሚነበበው ነው ጀሚል በዚህኛው ተርታ ያለው ደግሞ ባለ 3 ፊደል ባለ 5 ባለ 6 ነው ባለ 3 نصر ينصر باب الأول يبالا ينصر أنصر تنصر نوم يبالا ننصر ضرب يضرب باب الثاني يبالا ليه دقم يضرب أضرب تضرب نضرب نوم يبالا تقبل طيب فتح يفتح باب الثالث يبالا يفتح تفتح أفتح نفتح طيب علم يعلم باب الرابع يبالا يعلم تعلم أعلم نعلم أجاجوت بأراتم فيدلوش مالتين طيب كرم يكرم باب الخامس يبالا أكرم يكرم تكرم نكرم يبالا تقبل ورث يرث باب السادس يبالا يرث ترث أرث نرث طيب تقرل سنارجو ባለ 3 ፊደል 6 አይነት ፎርሙላዎች አሉት ለበበሉ ይሄን هذه المقدمه موضوعه للصرف والنحو ለሚታወቀው ሙልሐቱ الإعراب ሶርፍም ትዳስሳለች ነህውም ትዳስሳለች አብዛኛው ነህው ነው ስለዚህ ነው የሶርፉን ያወራን ያለነው እዚህ ጋር ማለት ነው طيب ስለዚህ 6ቱም ባቦች ثلاثي በመባል የሚታወቁት حرف ሙዳራዓቸው ሙዳሪዑ ላይ የመጀመሪያው ፊደል ወይም ሙዳሪ በመባል የሚታወቀው ቃል መጀመሪያው ፈትህ ብቻ እንጂ ضم ይደረግ ከስራ ይደረግ በፈትህ ብቻ ስኩን طبعا መነሻ ላይ ስኩን የለም ተግባባን طيب ባለ 5 ፊደልም እንደዚሁ ነው مثلا انطلق ينطلق تنطلق انطلق ننطلق اجتمع يجتمع بالا 5 ፊደል يجتمع تجتمع نجتمع اجتمع ነው የሚባለው ግልጽ ነው ጀሚል ባለ 6 ፊደልም እንደዚሁ ነው ባለ 4 ሰዓት ضم ነው ብለናል እንተብሁ ላይ ደብላለቅ طيب በዚህኛው ተርታ ያለው ባለ 3 ባለ 5 ባለ 6 በዚህኛው ደግሞ ባለ 4 እሱ ضم ነው ይሄኛው ባለ 3 ባለ 5 ባለ 6 ፈትሐ ነው የሚሆነው ይያለ ነው طيب شوفوا
استغفر يستغفر يا آياتشوت يستغفر تستغفر تا أستغفر نستغفر استخرج يستخرج تستخرج نستخرج أستخرج واضح يا جماعة طيب سلزي فتح رباعي لاي አይደረግም ضم ثلاثي لاي بالا አምስቱ ባለ ስድስቱ ላይ አይደረግም እሱ ነው እየተናገረ ያለው ምን አለ وضمها من اصلها الرباعي ضمنቷ رباعي ከሆነው አስሉ የተነሳ ነው ማዲውን ነው የፈለገው አስል እንዴት ሊለው ቻለ ማዲውን እንደውም በበስሪዮች እኮ መሰረታዊ ማን ነው مصدر እኮ አይደለም እንዴ ስለዚህ አስል እንዴት ሊለው ይችላል ማዲውን ቢባል እሱ عندما نصرف الافعال የቃላት ርቢ ስናረግ ቃላቶቹን ስናባዛቸው መጀመሪያ ከፓስት ወይም ከማዲ ነው የሚጀምረው ضرب ብለህ يضرب ضربا ነምትል አያችሁታ فهو ضارب وذاك مضروب እያልክ ነው የምትሄደው ስለዚህ መነሻ ላይ ስለሚደረግ ለዛ ነው طيب እንደገና አስል ሚለውን ከማዲ ነው የሚነሳው ضم ማለት ምን ማለት ነው وضمها ناشئ من اصلها الرباعي ከዛ ተነሳ ማለት ምንድነው ሩባዒዩ አራት መሆኑ ማዲው ሸርጥ ስለሆነ ሙዳሪኡ ላይ ضم ለማድረግ እንተቢው ሙዳሪኡ ላይ حرف ሙዳራኢቱን ضم ለማድረግ ፓስቱ ማዲው ባለ አራት ፊደል መሆኑ መስፈርት ስለሆነ كأن الضمة نشأت من الماضي الرباعي كماديو እንደተነሳች አድርጎት ነው ተግባባን جميل አቀራሩን በተመለከተ وضمها مبتدا ነው የራው ላይ መጣበታለሁ ضم ማለትም ይቻላል ضم አርጋት ضمي ضم ሁሉም ይቻላል በዚህ مثل يجيب من اجاب الداعي يجيب من اجاب الداعي ይሄ አሁን ለሩባዒዩ ምሳሌ ሰጣ يجيب اجاب ፊደሉን ብትቆጥሩት ባለ አራት ነው ከዚህ ለዚህም ነው ሙዳሪኡ ላይ ምናል يجيب لا يجوز ان تقول يجيب مع ثبوت الياء ያኢቱ ያለች ተጽፋለች ኪታቡን ያያችሁት ከሆነ ዩጂ ያምትለው ያኢቱ ያለች يجيب አይባልም يجب የሚባለው ወጀበ ከሚለው የመጣ ነው ፈይምቶም ተአጃበ ሳይሆን ከወጀበ ሲሆን ነው ባለ ፍላሽ ሲሆን يجب ይባላል طيب وما سواه فهي منه تفتتح على ያችሁታል ከዚህ ውጭ ያለው ማለት ባለ 3 ባለ 5 ባለ 6 ያልኳችሁ ነው وما سواه በሚለው የፈለገው እሱ ነው ሌላ ነገር አይደለም ማ ካለ ውስጥ ሶስቱም ገብተዋል ولا تبل اخف وزنا ام رجح ይሄም ራሱ ነው ያጠናከረ ያለው اخف وزنا የሚለው ባለ 3 ለማለት ነው ወዝኑ ፎርሙላው ባለ 3 ፊደል ስለሆነ ቀላል ነው ام رجح ام كثر እሱ ደግሞ ባለ 5ቱን ባለ 6ቱን ጥቆማ እያደረገ ነው ምሳሌ ከዛ በኋላ አስቀመጠ ያስቀመጣቸው ምሳሌዎች مثاله يذهب زيد ويجي ለሱላሲዩ መሰለ ويستجيش تارة ويلتجي يستجيش يذهب زيد ይሄዳል ويجي ይመጣል ويستجيش አንዳንዴ ባለ ወታደር ይሆናል يصير جيشا بنفسه ራሱ ይሆናል ويلتجي በሌላ ጊዜ ደግሞ ይጠጋል ወደ ሰዎች ማለት ነው አንዳንዴ ራሱን ይችላል አንዳንዴ ወደ ሰው ይጠጋል ማለት ነው يستجيش ያለው ለኹማሲ ለሱዳሲ ነው ويلتجي ለኹማሲ ነው التجا يلتجئ ስለሆነ ለሩባዒዩ አልመሰለም አክረመ ይክሪሙ አዕጣ ይዕጢ ፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ይሄን ያልንበት ምክንያት ለምንድነው የሚለው ስንመጣ ضم የተደረገው ሩባዒ ቀላል ነው ضم ከባድ ነው ከባዱ ለቀላል ፈርዕና ፈርዕ ባንድ ላይ እንዲሆን መክበድ ከመቅለል ፈርዕ ስለሆነ ሩባዒ ደግሞ ተብዛት ፈርዕ ስለሆነ ከዚህ ውጭ ያለው ثلاثي كثير ስለሆነ በከስራው ክብደት ስለሚያጋጥመው ፈትሐ ቀላሏን ይሰጠው ተብሎ ነው ባለ 5ቱና ባለ 6ቱ ደግሞ ይሄን የተሰጠበት ምክንያቱ ምንድነው بكثرة الحروف ፊደሉ በመብዛቱ ምክንያት ፊቀል አግኝቶታል ضم በሰጠው ጨርሰህ አካበርከው ስለዚህ የሚደረግ ፈትሐ ቀለል ያለ ይሰጥ ይባላል ኢንሻአላህ ከኢራብ በኋላ ከአፍታ በኋላ ወደ ኢራብ ነው የምንመጣው እዚህ ለመትን ማብራሪያ እዚህ ጋር እንቆምና ወደ ኢራብ እንመጣለን ከአፍታ በኋላ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وجه إعرابنا من قبواهن. يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه: والأمر مبني على السكون. والأمر الواو استئنافية مبنية على الفتح. الأمر مبتدا مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. مبني خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. والجملة مبتدا والخبر جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. على السكون على حرف جر مبنية بسكون مقدرة على الألف المحذوفة التقاء السكون مجرور بعلى وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. الجار والمجرور متعلق بمبني. طيب مثاله مبتدا مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. مثال مضاف والهاء ضمير للمفرد مذكر الغائب في محل جر مضاف إليه مبني على الضم. احذر فعل أمر مبني على السكون فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. أن ضمير المخاطب في محل الرفع فاعل مبني على السكون. التاء حرف دال الخطاب مبني على الفتح. والجملة من الفعل والفاعل في محل الرفع خبر مبتدا. والجملة من المبتدا والخبر جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. أهون احذر ميلون فعلنا فاعل أرجنه يعربنا يعلنه كن لفظ يتفلقوا. مثاله احذر مثاله احذر يا لو قال نونو عرفتم. سلازي احذر خبر نو منله كن إعرابه لا يبز ملكه لا يجلس يجلل. احذر خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآخر من عامل ذرها شغال محالي بسكون الحكاية كذا كان حقها كذا بزي ملكه نبر متى عرب ميقبو كن بحسب الأصل متى عربي مع عربي فلقسو مجلس فلقسو يقول احذر فعل أمر وفاعلها أنت إلال مكنياتهم معهم تتأنكك الميلو تزاز على اللم يتفلق على تقبلتنا تزاز على اللم قالاتون يتفلقون. طيب صفقة مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. صفقة مضاف المغبون مضاف إليه والمضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. طيب وإن تلاه الواو استئنافية مبنية على الفتح. إن حرف شرط وجزم وقلب مبنية على السكون. تلا فعل ماض في محل الجزم فعل الشرط مبني بفتحة مقدرة على الآخر منع من ظهورها التعذر. طيب الهاء ضمير للمفرد المذكر الغائب في محل النصب مفعول مقدم وجوبا مبني على الضم. ألف فاعل مؤخر مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر. ولام معطوف تبعه بالرفع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. فاكسر الفاء رابطة لجواب الشرط. إن لذلك رابطة مبنية على الفتح. اكسر فعل أمر. طيب فعل أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. أنت ضمير المخاطب في محل رفع فاعل على السكون. التاء حرف دال الخطاب على الفتح. والجملة من الفعل والفاعل في محل الجازم جواب الشرط يبقى. وجملة فعل الشرط والجواب أين فعل الشرط؟ تلاه. أين جوابه؟ فاكسر. إيه هنا جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب بلن. وقل الواو عاطفة مبنية على الفتح. قل فعل أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. أن ضمير المخاطب في محل الرفع فاعل مبني على السكون. التاء حرف دال الخطأ مبني على الفتح. والجملة من الفعل والفاعل في محل الجزم معطوف. انتبهوا في محل الجزم معطوف في كونه جوابا لأداة الشرط. وإن تلاه ألف ولام فاكسر. وإن تلاه ألف ولام قل فقل اندالنا. طيب ليقم اللام لام الأمر مبنية على الكسر. ليقم سنري على علام لام الأمر تبال عليه مبنية على السكون الأمر بالأداة سلونا. يقوم فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه سكون مقدرة على الآخر منع من ظهورها اشتغال محل بحركة التخلص. كسريته ليقومي سنري على الصوانات من التقاء ساكنين بحركة التخلص من التقاء ساكنين وكانت كسرة لأنها الأصل في التخلص. طيب ليقوم مجزوم نبر مثل قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. لم يكن الذين تمساسين ናቸው ያም መጅዙም ነው። መጅዙም ከሆነ በኋላ ሱኩን መጣች። ሱኩንና አለ ያለችው ጋር ሲጋጭ ሁለት ሱኩን ከዛም ኢንሳኪናን التقيا فكسر ما سبق ويكون لين فحذف مستحق ስላል ለዛ ነው ከስር የተደረገ أبل. طيب الغلام فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. والجملة من الفعل والفاعل في محل النصب منقول القول. وقل بل من
ليقم الغلام بله هذا مقول للقول مقول القول يبالغ البل طيب وإن أمرت الواو استئنافية مبنية على الفتح إن حرف شرط وجزم وقانون على السكون أمرت فعل وفاعل وحد الفعل أمر فعل ماض في محل الجزم فعل الشرط مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك تاء ضمير المخاطب في محل الرفع فاعل على الفتح طيب من ساعة من حرف جر مبنية على السكون ساعة في محل الجر بمن مبني بفتحة مقدرة على الآخر منع من ظهرها اشتغال مبني بفتحة مقدرة على الآخر منع من ظهرها تعذر يبالا من ساعة من حرف جرنا طبعا ساعة فعل ነው አይደለም እንዴ ሄደ ማለት ነው አስሉ እዚህ ጋር ግን ስም ስለሆነ ነው حرف الجر የገባበት هل فهمتم لانه اسم اريد لفظه ቃሉ ስለተፈለገ ስም ነው ምን አይደለም فعل አይደለም አለበለዚያ حرف الجر እንዴት ሊገባበት ይችላል እንደዛ ቢሆን ነው ተግባባን ስለዚህ ምን እንላለን ساعة مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على الآخر منع من ظهرها شبه سكون الحكاية እንደዚህ ነበር የሚታረበው በቀጥታው ማለት ነው ግን እንደዛ አይደለም የሚያርበው ምን ساعة في محل الجر بمن مبني بفتحة مقدرة منع من ظهرها التعذر ነው የሚባል بحسب الأصل ያለው ኢራብ ጋር አገናኝቶ ነው ያረበው ያለው ነው ማለት طيب الجار والمجرور متعلق بأمرت وإن أمرت من ساعة طيب أو بواجب الحذف لوقوعه حالا طيب حال كونك آخذا من ساعة حال كتب على حال كونك آخذا من مضارع ساعة وين من مصدر ساعة على خلاف بين البصريين والكوفيين طيب حال كونك آخذا من لو أمرت يتبالون سوي مخاطبنا من ساعة حال كونك آخذا من مصدر ساعة فهمتم؟ ويم دقمو وإن أمرت حال كونه مأخوذا من ساعة قدم أخذا بيني قدركت حالو أهون دقمو مأخوذا بيني قدركت ما الفرق بينهم؟ من لو ليونتاتشو كتباله كي يترقم ليونتنا حال بمهون عندنا يقدمو آخذ كالكون اسم فاعل يقدركت تاو قارنو ميازو مالتنا أمرت آخذ حال كونك آخذا طيب مأخوذا قالكو دما وإن أمرت الأمر ميلال مالن الأمر ميلال كسنو كزين بمنسات انديه لالو وصاحب الحال على الأول التاء من أمرت صاحب الحال كما جمراو لاي أمرت سنل ያለችዋ ታነች ይበሉ وعلى الثاني በሁለተኛው ደግሞ ማለትም مأخوذا ብለን በቀደርንበት ለማለት ነው ሁለተኛ ማለት እሱ ምንድነው الأمر المفهوم من أمرت كأمرت የምንረዳው أمر አለ وإن أمرت الأمر حال كونه مأخوذا من ساعة يا أمرو كساعة يتعازى سيهون مالتنا وترمو سلازي هلتم بيهون يمياس عربنو منهم شكر يلبتهم طيب ومن غدا الواو عاطفة مبنية على الفتح من حرف جر مبنية على السكون غدا فعل ماض بحسب الأصل كتايم على طبعا طيب في محل الجر بمن مبني بفتحة مقدرة على الآخر من عمد لها تعظم بقتتو كعرب نسا من النبل من غدا من حرف غدا مجرور بمن وعلامة جره كسرة مقدرة على الآخر من عامل ايش سكون الحكاية بزي ملكونهم يتعربوا نقرقن إعرابوا لاي بزي عندما يعرب ياتشوتي مثلا يعني في محل الجر بمن مبني بفتحة مقدرة من عامل تعذر لك من شعرين دال طيب الجار والمجرور في محل النصب معطوفا الجار والمجرور مالت ومن غدا لو معطوفنا مال لاي من ساعة على وري من بمهون في كونه متعلقا بأمرت أو في كونه حالا من فاعل أمرت أو من الأمر المفهوم من أمرت قلتم يتشالل فأسقط يئن جواب قنامة الفاء رابط أطل جواب الشرط ونية الفتح أسقط فعل أمر مبني بسكون مقدرة فأسقط الحرف نميل مبني بسكون مقدرة الآخر منع من ظهرها اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكن وكانت كسرة لأنها الأصل في التخلص طيب فأسقط نبر سكون نبر لكن الحرف سكون سلامة كسوقت له بكسر تعرقوا عليه لك هقالن قاعدة لن ساكنان التقيا فاكسر ما سبق سبحان الله هذه القاعدة كلية جميلة حفظ دقيقتين وزينة دهر ሁለት ደቂቃ ይፈጅም ይሄን ለመሸምደድ ከዛ በኋላ ግን እድሜ እስካለ ውበትህ ነው ማለት ነውና በየቦታው የምንጠቀመው የሆነ ህግ ነው መያዝ ያስፈልጋል طيب
وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت أسقط أنت أن ضمير الخاطب في محل الرفع فاعل مبني على السكون التاء حرف دال الخطأ مبني على الفتح والجملة من الفعل والفاعل في محل الجزم جواب الشرط إن أمرت لا زي هنا وجملة الشرط والجواب جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. طيب الحرف مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. الأخيرة نعت والنعت يتبع المنعوت تبعه بالجر وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. أبدا أبدا منصوب على الظرفية وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. أبدا تبلون مكرر فأسقط الحرف الأخير أبدا. الألف أبدا منصوب على الظرفية وعلامة نصبه إيش فتحة ظاهرة في آخره. الألف أبدا سن اللي قالتشو ألف عوض عن التنوين يتنوين لوجانات في حالة النصب متسعة في ونشنات عوض إيش عن التنوين أبدا لأنني وقفت به بالألف خبيرا بصيرا قرآن من يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ايش تألف فقد افترى إثما عظيما ايه وقف بالتنوين يبالال سلازي عوض عن التنوين اتبلو الظرف متعلق بأسقط ظرف ميازو أبدا نميلو أسقط أبدا نميبالو. طيب تقول فعل مضارع مرفوع لتجر من ناصب الجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت والجملة مستأنفة. يا زيد يا حرف نداء مبنية على السكون زيد مفرد العالم في محل النصب منادى مبني على الضم وجملة حرف النداء والمنادى وما بعده إلى آخر وما بعده أغدو سكالو إلى آخر الكتاب أرلم أغدو هي باند لا يميمتاو في محل النصب مقول القول يبالل. أغدو فعل أمر مبني بحذف حرف العلة وهي الواو والضمة قبلها دالة عليها فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت أن ضمير الخاطب في محل رفع فاعل يالفت والتاء حرف دال خطاب يالفت والجملة من الفعل والفاعل من تمام ما قبله. في يوم الأحد في حرف جر مبنية على السكون يومي مجرور بفي وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره يومي مضاف الأحد مضاف إليه مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره كسرة مقدرة على الآخر من عمد الشغال محل بسكوني إقامة الوزن الجار ومجرور متعلق بقدم. واسعى العاطفة مبنية على الفتح اسعى فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهي الألف والفتحة قبلها دالة عليه وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت والجملة من الفعل والفاعل معطوفة على الجملة التي قبلها في محل النصب معطوفة أغدو لاي مالت. إلى الخيرات إلى حرف جر على السكون الخيرات مجرور الجار ومجرور متعلق بسعى. لقيت الرشد لقيت فعل ونائب الفاعل وحد الفعل لقي فعل ماضي مبني على السكون صالح بضمير الرفع المتحرك. طيب التاء نائب فاعل في محل الرفع نائب الفاعل مبني على الفتح. الرشد لقيت الرشد مفعول ثاني منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره بالال والجملة من الفعل ونائب الفاعل جملة دعائية مستأنفة لا محل لها من الإعراب. إلى እንግዲህ እዚህ ድረስ የዛሬው ትምህርታችንን እንቋጭና በሚቀጥለው አሁንም የቀሩትን ኢዕራቦች የምናጠናቅቅ ይሆናል። وإلى لقاء آخر فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا.